السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غنقدم معكم واحد الكيكه اللي كتجي رائعه، واحد الكريمه ديال الشكلاط اللي كتجي لذيذه وبمقادير اللي هي اقتصاديه وبسيطه. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو، وإلا عجبكم ما تبخلوش ليا بلي لايك ديالكم وبارطاج وتعاليق اللي كتشجعني، وشكرا لكم. هنايا بسم الله غادي نبداو بالمقادير. عندي هنايا بيضه وحده، عندي كاس لاروب ديال السكر سنيده. نحاولوا ما نقويوش السكر سنيده في الكيكه حيت مازال غادي نديروا الكريمه غتكون حلوه. قبصه ديال الملحه، كنخلطوا هنايا السكر مع البيضه مع ديك القبصه ديال الملحه حتى كيذوب ليا شويه السكر، وغادي نزيد كاس لاروب ديال الزيت. صافي من بعد ما كنزيدو كاس لاروب ديال الزيت مع معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان اولا نيسكافي، وغادي نخلطوه مزيان حتى كتنسجم لينا الزيت مع السكر السنيده ومع البيض. وغادي نزيد كاس ديال الحليب، وهنا اللي باغي يعوض الحليب باليوغورت او حتى كاس ديال الماء ممكن. صافي من بعد ما كنخلطوا المكونات ديالنا كاملين. هنايا بالنسبه اللي غيدير السكر الفاني يديرو من الاول. انا صراحه غادي ندير الفاني السائله، غادي نخليها حتى الاخير باش كتبقى لي النسمه في الكيك، او اللي باغي يكتفي بالنسمه ديال القهوه حتى هي راه كافيه. صراحه الكيك كيجي رائع وكيجي خفيف، نتمنىكم تجربوه. كيف شفتوا معايا مقادير اللي هي اقتصاديه وبسيطه. وغادي ندير هنايا 2 كيسان ديال الطحين. هنا انا راه عابره وكندير شويه بشويه وكنغربلو، وصاشيه وحده ديال الخميره ديال 7 غرام اولا 8 غرام. صافي كنخلط المكونات مع بعضياتهم كاملين، وغادي نزيد هنايا كيف شفتوا معايا واحد المعلقه ديال الكاكاو اولا معلقه ونص، كل واحد كيبقى على حسب الاختيار ديالو. انا غادي نكتفي بمعلقه وحده. صافي من بعد ما غادي نخلط المكونات كاملين مع بعضياتهم، غادي نحصلوا على القوام اللي بغينا. نحاولوا الكيك ديالنا من نقويوش الطحين بزاف. هنا انا كيف شفتوا معايا راه درت عا بيضه وحده، راه 2 كيسان اللي خدات ليا ديال الطحين كافيه باش كتبقى لي الكيكه خفيفه. وهنايا راني غادي نضيف في الاخر واحد المعلقه ديال الخل الابيض. ما بانش في التصوير صراحه، انا زدته كيعطي الخل كيعطي الكيكه واحد الخفه واحد الهشاشه اللي هي زوينه. المهم صافي غادي ناخذ واحد المول ديال الزاج اللي غادي ندهنو بالزبده ونرش ليه شويه الطحين وغنخوي فيه انا الكيك. انا بالنسبه اللي باغي يدير كل واحد على حسب الاختيار ديالو، اللي باغي يدير مول داير اولا عادي كل واحد وكيبقى على حسب الاختيار ديالو. وهنا كيف شفتوا معايا من بعد ما خويت الخليط ديال الكيك ديالنا في المول، زدت هنايا واحد شويه ديال الشوكولاط، هذا كيبقى اختياري، درته فوق من الكيكه. ومن بعد راه كيطيب وكيذوب لينا كيعطيها واحد البنه اللي هو زوين حتى هو. وهنايا صافي من بعد ما خشيت الكيكه في الفران كطيب، هنايا دزت باش غادي نصاوب الكريمه. صافي هنايا غادي ناخذ 4 ديال الكيسان ديال الحليب باش غادي نصاوبوا الكريمه. انا هاد الكريمه كيف غادي تشوفوا معايا راني درتها شويه بزيت حيت غادي نعمر بها واحد الميني كيك. ان شاء الله الفيديو غنحطو لكم من وراء هذا. خديت هنايا 3 المعالق كبار عامرين ديال كريم باتيسير،
واللي باغي يعوضها بالنشا يعوضها. عاد هي الكريم باتيسير كتبقى الصراحة كتعطي بنة لي هي زوينة للكريمة. وغنزيد معلقة عامرة ديال الكاكاو و3 المعالق ديال السكر سنيدة. والحلاوة كتبقى كل واحد على حسب الذوق ديالو. وغادا نزيد ساشية ديال الفلون كراميل. وبالنسبة لي باغي يعوض بفلون ديال الشكلاط، انا صراحة كان ما متواجدش عندي، لهذا درت هذا ديال الكراميل تا هو جو زوين. وكنزيد ساشية ديال الفلون كراميل. هنا بالنسبة لي باغي يعوضها بفلون ديال الشكلاط، كل واحد كيبقى على حسب الرغبة ديالو. صافي كنخلطوا المكونات كاملين مزيان مع بعضياتهم، عاد كنديرو فوق البوطه وكنبقى نحرك فيه حتى تعقد هاد الكريمه على هاد الشكل كيف كتشوفوا. صافي كنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون من نوعيه جيده. صافي كنخلطوها مزيان حتى كتدخل لنا في الكريمه على هاد الشكل. وهنا كتبقى كاضافه اللي باغي يزيد شويه ديال الشكلاط يزيدو. انا كان عندي واحد شويه زدتو في هاد الكريمه. هي صراحه اللي ما باغيش يزيدو ماشي ضروري، حيت اصلا راه كتجي الكريمه زوينه وكتجي بنينه. انا كان عم توفر لي شويه الشكلاط زدتو عليه. صافي كنخلط كلشي مزيان. من بعد غادي ناخدو نخويه في واحد البول، وغادي نغطيه بلاستيكه باش ما كتكونش لينا ديك القشره، ونخليه حتى كيبرد. صافي هنايا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طابت لنا الكيكه ديالنا، نتوما كيف كتشوفوا كتجي خفيفه صراحه، كتجي رائعه. نتمنىكم تجربوهم. بالنسبه هنايا اللي باغي يسقيها بواحد الكاس ديال الحليب مع الشكلاط اولا مع القهوه، كل واحد كيبقى على حسب الرغبه ديالو. انا صراحه ما سقيتها ما حتى شي حاجه حيت جاتني خفيفه وجات رطبه زوينه، ما كاين لاش غادي نسقيها. صافي هنايا كندير فيها الثقوب على هذا الشكل، وهذه كتبقى كاضافه كنعمرهم بالكراميل. انا استعملت الكراميل الجاهز، واللي باغي يوجدو في الدار ويديرو ممكن، اللي باغي يكتفي عرب يسقيها صافي راه كافيه. المهم راه كتجي الصراحه النتيجه كطلع زوينه. صافي كنحصلوا على هذا الشكل. وهنايا غادي ندوزو باش غادي هنايا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما بردت لي الكريمه خرجتها من الثلاجه، زدت على هنايا واحد الساشيه ديال لاموس ديال الشكلاط. صافي وغادي نطربها مزيان. صافي هنايا كيف شفتوا معايا غادا نقاد الكريمه ديالنا فوق من الكيكه، وغادا نزينها بشويه ديال الشكلاط محكوك. صافي وغادا نخليها حتى تبرد ونقدموها بالصحه والراحه.
وهنايا وصلت معكم النهايه ديال الفيديو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم. ولا عجبكم ما تنسونيش من لايك ديالكم، بارطاج، تعاليق ديالكم، وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم.